تحفة. بتشوفوها في السوبر ماركت ومستحيل تشتروها، مش عارفين تعملوها كده زي ما هي ولا تسلقوها. هقول لكم كل اسرار اللازانيا اللي يخليها تطلع معاكم مستوية وتحفة بتدوب كده في البق. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. في طاسة هنزل بمعلقتين كبار من الزيت، بصلة صغيرة متقطعة صغير، رشة من الملح والفلفل الأسود. هشوح البصلة لحد ما تدبل معايا. هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة، هقلبها كويس لحد ما تغير لونها كلها. بعد كده بنزل بثلاث معالق كبار من الصلصة، وكمان كوباية من اللي هي الصلصة اللي على الطبخة دي اللي بالأعشاب الإيطالية بتاعت أدمي، بتدي طعم حلو قوي. والبديل بتاعها كوباية من عصير الطماطم. بعد كده بقى حطيت كوبايه ونص من الميه المغليه، معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من الزعتر. غطيتها وحطيتها على نار هاديه خالص لمده 20 دقيقه. هتلاقوها اتسبكت معاكم وبقت بالشكل ده. لازم يبقى صوص الطماطم كتير وخفيف شويه علشان اللازانيا تستوي معاكم كويس. وفي حله هنزل بمعلقتين كبار من الزيت على معلقتين كبار من الزبده وثلاث معالق كبار من الدقيق. اول ما ريحه الدقيق تطلع هنزل بلتر من اللبن بالتدريج كده مع الاستمرار في التقليب، وكوبايه من كريمه الطبخ اللي هي العلبه اللي قد بتاعه العصير. هظبط الملح والفلفل الاسود ورشه من جوز الطيب. وبس كده. البشاميل برضو لازم يكون خفيف بالشكل ده. ده نوع اللازانيا اللي بستخدمه ومش بسلقها خالص. انا بحط اول طبقه بشاميل وبعد كده بحط اللازانيا واحط بقى صوص اللحمه، وبعد كده بحط طبقه حلوه كده من الجبنه الموتزاريلا، واعيد الطبقات تاني. وانا بعمل 3 طبقات بالظبط. ولو البايركس مش قد اللازانيا بكسر شويه من اللازانيا واحطها في الفراغات عادي جدا. وفي الاخر كده بحط على الوش شويه من الجبنه الموتزاريلا، بدخلها على درجه حراره 180. بكون فاتحه الفرن قبل ما ادخلها بربع ساعه، رف وسط. بتاخد تقريبا من 45 دقيقة لساعة. انتوا بتختبروها بسكينة كده بتحطوها، طالما اتحطت بسهولة يبقى اللازانيا استوت وحلوة قوي. وطبعا بفتح لها الشوايه عشان تاخد اللون التحفه ده. بحط على الوش شويه من الزعتر. وبس كده بقى جاهز عندكم احلى لازانيا ممكن تدوقوها. اتفرجوا بقى على جمالها وجمال الطبقات، مستويه جدا يا جماعه. اهدوا عليها بس ربع ساعه قبل ما تقطعوها علشان تبقى متماسكه والطبقات باينه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اوصف لكم الريحه ولا الطعم كان عامل ازاي، بجد كانت خطيره ومظبوطه جدا. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.